ازاي تتعاملي مع فقدان الشغف؟ اول حاجه تعمليها انك تفكري تاني كويس، هل الحاجه اللي انت بتحبيها هي فعلا شغفك ولا اتشدتي ليها كده وخلاص؟ لو لقيتي نفسك تقدري تعملي حاجه تانية غيرها واستغنيتي عنها بسهوله، يبقى فعلا ده ما كانش شغف. لكن لو لقيتي نفسك عاوزه تكملي ولسه عندك طاقه انك تديها وقتك ومجهودك، يبقى فعلا ده كان شغفك. هنحدد وقت صح لاهدافنا وهندي لكل حاجه وقتها، لان الملل والاحباط حصل ان احنا عايزين نحقق نجاحات كتير في وقت قليل، والموضوع كان محتاج صبر ووقت اكتر من كده. حددي خطوات لنفسك بس تكون سهله وبسيطه، علشان كل ما تبقى سهله وبسيطه كل ما تحققيها اسرع. تصالحي مع نفسك وتقبلي فكره ان الانسان ممكن يغلط ويفشل حتى في الحاجه اللي بيحبها وبيديها طاقته ومجهوده، لكن المهم انه يكمل ويبطل احباط، لانك لو استسلمتي عمرك ما هتكملي الحاجه اللي بتحبيها ولا هتوصلي للي انت عاوزاه. اقري اكتر عن الحاجات اللي بتحبيها واعرفي ازاي تتعاملي معاها ومع العقبات اللي بتحصل في النص، واكسري روتين يومك. مش لازم يبقى كله شغل في شغل، وحتى لو بتعملي ده بحب لازم تفصلي، لانك هتزهقي في النص. اوعي تستسلمي لمرحله الانعزال عن الناس والكسل. انزلي تمشي والعبي رياضه حتى لو لوحدك. حطي خطه ليومك وحاولي تحققيها واحده واحده، وصدقيني هتلاقي نفسك خرجتي من المود ده ورجعتي لطبيعتك تاني.